ليه الفريلانسر دايما حاسس ان هو متاخر؟ تعالى يا صديقي، انا وانت في نفس المجال وهقول لك ليه بنحس بالاحساس ده. بص يا صديقي، انت حاسس ان انت بتشتغل طول اليوم وبرضه لسه في مكانك. ده مش احساس، ده غالبا انت كده، وهقول لك ازاي حلتها في اخر الفيديو. تعالى افاجئك واقول لك ان المشكله مش فيك ابدا، المشكله ان انت شغال من غير سيستم ولا ادوات تساعدك في الموضوع ده. طب ادوات صح ازاي؟ هقول لك ان انت يبقى معاك منتجات تساعدك. يعني مثلا لو انت فريلانسر في اي مجالات الفريلانسر، وعلى سبيل المثال هناخد صناع المحتوى. صانع المحتوى ده اكيد بيصور، دي حاجه بديهيه جدا. لا يا راجل. فلما يجي يصور في عنده اوبشنز كتير، ان هو يبدا من ادنى مستوى لاعلى مستوى. زي مثلا الستاند اللي بيصور بيه، ممكن ما يصورش بستاند خالص، وده بيخليه يبذل مجهود اكتر ويحس ان هو المجهود ده راح في الهوا طار كده. فده مثال على ازاي الادوات تساعدك. طب انا كفريلانسر اعمل ايه؟ هتعمل حاجه واحده بس، هتدخل على اجروث. هي ايه اجروث دي يا عم انت؟ هقول لك يا صديقي، اجروث دي عندها منتجات وادوات تساعدك انت كفريلانسر ان انت تنمي من شغلك وتطور منه. هم دلوقتي لسه بادئين، فعندهم عروض وخصومات حلوه جدا، استفيد بيها قبل ما تخلص. اللينك هتلاقيه في البايو وفي اول تعليق. اجروث، شغلك محتاج يكبر.